والتساقطات المطرية الأخيرة امتصت عجزا مائيا في جهة سوس ماسا، الجهة التي تعرف ضغطا زراعيا تستعد اليوم لاستقبال المياه المعالجة بمحطة تحلية البحر إنشادن. نادية اليوبي رفيقة جمات. مياه بحر إقليم شتوكا أيتبها هي اليوم طوق نجاة للمنطقة التي يقدر عجزها المائي في السدود بحوالي 64%، كما تعاني المياه الجوفية عجزا متفاقما. طوق نجاة المنطقة يتمثل في منطقة إنشاد لتحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والفلاح بمياه الري. غادي ينتج ان شاء الله في المدى القريب 275 الف متر مكعب في اليوم، 150 الف متر مكعب في اليوم تمشي للماء الشرب، اي ما يناهز تقريبا 70 مليون متر مكعب في السنه، و125 مليون غادي تمشي للسقي في سهل شتوكا اللي تعرف الطبقه ديالو المائيه واحد العجز كبير. لكن محطة التحلية هذه والتي شارفت الأشغال بها على الانتهاء ينتظر منها أن تضمن استمرارية تنافسية المنتجات الزراعية المغربية ذات الجودة العالية في الأسواق الأجنبية، خاصة من خلال التجاوب الإيجابي والانخراط الفعال للمستثمرين في الاكتتاب في هذا المشروع. اليوم هذا ماشي اختيار، هو ولا واحد اون اوبليغاسيون، لأن لي زانفستيسمون كبار والناس باش يستمروا في الخدمه ديالهم. اليوم هما واقفين على هذيك 50% ديال المال اللي غادي تجيهم من مشروع تحليه مياه البحر. اليوم حنا في 12,000 هكتار كاكتتاب بالنسبه للمشروع، وان شاء الله هذا التعبئه ديال الموارد الغير اعتياديه كالتحليه هما حلول ناجعه واللي غتعطي افق وغتعطينا نظره وغتعطي دفعه قويه للقطاع الفلاحي بصفه عامه. محطة تحلية مياه البحر شتوكا أيتباها هو نتاج لوعي مشترك لدى عموم الفاعلين بضرورة ضمان تحقيق التوازن المائي وضمان تنمية مستدامة من خلال موارد إضافية غير اعتيادية.